بعدما انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع لمهاجر سري تعرض لمحاولة إغراق من طرف مركب إنقاذ، خرج الشاب عن صمته بتصريحات صادمة حول الحادث المؤسف الذي تعرض له. صافي عاد هو ديك المريض المغرب رجع فيا مشاري ما بغيتش نطلع معاه، رجع فيا مشاريا بحال نقولوا كاع عليا وبغى كنعكس لي راسي بالفرفره ديال الموتور. مع انا شفت قصداني نيشان حميت غير راسي وبقيت مطاكي برجلي فهمت. حسب رواية الشاب، فإن ما تعرض له يرقى لأن يكون محاولة قتل، باعتبار أن رجلي الإنقاذ تعمدا إصابته بمروحة المحرك في رأسه، لولا أنه اتقى الهجوم بقدمه التي تعرضت لإصابة خطيرة. 24 غرزة عنده جوج البنات الطرفانيين ما كيحركهمش، خليه هو يكمل لكم القصة. كنت فايت لي ضربت 2 ساعات في الماء بالليل وتمايره ومعايا 2 الاصدقاء اصحابي، وصافي بحال هيداك جاو مورانا والمغرب ما بغيتش نطلع معاهم. الاصدقاء ديالي طلعوا، انا شفت راسي ضربت تماره وقربت نوصل وبغيت نحقق الحلم ديالي، شكون علاش يطلعوني اسبانيا وغوش. بحسب ما أكده هذا الشاب، فإن الاعتداء الذي تسبب له في جرح خطير وشلل أصبعين من قدمه راجع إلى كونه رفض الامتثال لأوامر رجلي الإنقاذ بالصعود معهم كما فعل صديقاه اللذان رافقاه في مغامرته، لكونه كان على وشك العبور للضفة الأخرى، الأمر الذي أثار غضبهما فعاملاه بهذه القسوة.